مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. زي ما تعودنا كل يوم بننزل قراءة عاطفية جديدة. برحب بكل صحابي اللي بيسمعوني كل يوم، بتمنى لكم التوفيق والسعادة. برحب بالمشتركين الجداد معايا، بتمنى دايما اكون عند حسن الظن. فيديو النهاردة هو عن الكراش الصامت، الشخص اللي ما بيتكلمش، الشخص اللي هو ممكن يكون حاسسك ان هو معجب بيك او ان هو عايزك وفجأة اختفى مرة واحدة، او بعد كده ان هو كان هنا بيتكلم معاك ولمح لك بالعلاقة وبعد كده غير رأيه او ان هو تجاهلك. عايزين نعرف ايه الاسباب. هل الشخص ده معجب بيك يعني وعايزك بجد؟ هل هو عنده مشاعر حقيقية اتجاهك؟ هل هو احساسه اتجاهك حقيقي؟ نظرته ليك ازاي؟ ايه سبب غموضه؟ هل الشخص ده جد في الارتباط؟ هنعرف تفاصيل كتير قوي من خلال قراءة اليوم. بس لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. زي ما تعودنا عندنا مجموعتين، عندي مجموعة الأولى بالشمعة عادية وعندي مجموعة التانية بالشمعة دي. أما الناس بتحب تختار بطاقة الحروف، فعندي حروف المجموعة الأولى ز ت ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. ز ت ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. دي حروف المجموعة الأولى، أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. حروف المجموعة التانية ج ص م ل ق و ه ع لام أ غ س ح ذ خ. دي حروف المجموعة التانية، بتختار بأول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي زي ما اتفقنا. لو ما تعرفوش بتختار بطاقة الأحجار أو بطاقة الشمع أو الألوان زي ما انت حب. هنبدأ قراءة مع المجموعة الأولى. هنكشف عن طاقتك الأول يا صاحب القراءة. شوف طاقتك انت فيها ايه في الأول ونشوف طاقة حبيبك. هنشوف طاقتك وطاقة حبيبك. هنشوف طاقتك انت يا صاحب القراءة. طيب، شايفة هنا يا صاحب القراءة ان انت هنا ممكن تكون رحلت من العلاقة، او ان انت هنا حبيبك رحل من العلاقة، او ان انت موجوع من علاقة او عندك طرف في حياتك. ايا كان الوضع ايه، شايفاك مهموم، شايفاك مكتئب، شايفاك بتفكر في الاسرة، بتفكر في الناس اللي حواليك، بتفكر في الضغوطات اللي عليك، بتفكر في المسؤوليات، بتفكر ازاي تحسن من نفسك. شايف ان انت تعبان، شايف ان انت بهتان، شايف ان انت تعبان نفسيا، شكلك بقى تعبان، باين عليه الوجع، باين عليه الالم، حاسس ان حياتك متعقربة، حياتك مش ماشية احسن حاجة، كل حاجة بتختارها بتمشي عكس ما انت عايز. دايما حاسس ان عليك ضغوطات، عليك مسؤوليات. حتى لما بتخش في حب ممكن الطرف اللي بيبقى معاك ده يحسسك بالحب وفجأة يختفي، او ممكن هنا بتحس ان حتى ظهور الحب في حياتك بيجي في توقيت مش مناسب ليك، توقيت انت مش متاح فيه او توقيت غلط. فحاسس ان في عقبات في حياتك كتير، حاسس ان انت مش مبسوط نهائي، حاسس ان في اطراف في حياتك متدخله رافضه ان انت تعيش مبسوط. ممكن يكون هنا عندك طرف في حياتك وانت معجب بطرف تاني او بتحب طرف تاني، او عندك علاقة قديمة انت مجروح منها ومش قادر تنهيها. والبعض الاخر ممكن تكون بتحب شخص او معجب بشخص، الشخص ده هو اللي عنده طرف تاني غيرك، وانت هنا بتفكر في العقبات، او ممكن تكونوا علاقة رباعية. ايا كان السيناريو ايه هنا، لان شايفه في كمان في بعد في المسافات، في خلاف في الديانات. ايا كان ايه السيناريو، انا شايفاك هنا تعبان، تعبان ومتألم، شايف ان انت بتجاهد، شايف ان انت بتحارب، شايف ان انت لوحدك، مفيش حد جنبك، عايز ترضي الكل وترضي الناس كلها وتتحمل مسؤوليات الناس، بس محدش عايز يرضيك، محدش عايز يقف جنبك. طول الوقت حاسس ان انت وحيد، طول الوقت حاسس ان انت تعبان، حاسس ان انت متأثر، حاسس ان انت مهموم، حاسس ان في حاجة مأثرة عليك، حاجه مأثره عليك ومخلياك واقف في مكانك، او ان انت اوقات بتحس ان في حد باصص لك في حياتك، حد حاسدك، حد عامل لك اعمال عشان يوقف لك حياتك، او حد باصص لك في حياتك ومستكتر عليك اوضاعك. حتى اقرب الناس ليك حاسس ان انت مش طايقهم ولا هم طايقينك، عايز تقعد مع نفسك، تقفل على نفسك. شايفاك بتحاول تهتم بحالك، تهتم بتفاصيلك، تهتم بجمالك، تحاول ان انت تبين للناس اللي حواليك ان انت قادر تكمل. بس انا شايفاك تعبان ومضغوط نفسيا جدا جدا يا صاحب القراءه. بتمر بمرحله من الاكتئاب بسبب امنياتك المتاخره، او الحاجات اللي بتتمنى حدوثها ومش عارف توصل اليها بسبب العقبات، بسبب الضغوطات. شايف ان حياتك مش افضل حاجه وكل حاجه في حياتك متكعبله. فشايفه في طاقتك هنا طاقه سيئه، شايفاك معجب بشخص، والشخص ده ممكن يكون بعيد عليك، او الشخص ده متجاهلك في الوقت الحالي، بس انت بتراقبه طول الوقت، عينك عليه، شايف ان انت معجب بيه قوي، شايف ان انت مشدود له قوي، نفسك تعرف هل هو بيبادلك نفس المشاعر، او هو ليه بيتهرب منك بعد ما تحس ان هو قريب منك بيرجع يتهرب منك. خلينا نشوف طاقة الشخص اللي بتسأل عنه يا صاحب القراءة. طاقة الشخص اللي في بالك، طاقة الشخص اللي بتسأل عنه. عندي هنا برج الثور والعذراء والجدي، عندي الجوزاء والدلو والميزان. هنا نشوف طاقة الشخص اللي بتسأل عنه.
طاقة الشخص اللي بتسأل عنه. طيب واضح كده ان الشخص ده شايف ان هو انجذب اليك من اول ما شافك. الشخص ده شايف ان هو من يوم ما شافك وعينه جت عليك ان في انجذاب شديد، في حاجة غريبة حصلت له، حاسس ان هو لقى توأم روحه، لقى نصه التاني، حاسس ان هو عنده طاقة انجذاب شديدة ليك، ان هو اعجب بيك قوي قوي. شايف ان انت امنية نفسه الوصول اليها او يعني الحصول عليها، بس امنية بعيدة. فالشخص ده في طاقة مراقبة اتجاهك شديدة جدا. الشخص ده حاسس ان هو لقى توأم روحه او لقى نصه التاني، لقى الحب اللي كان بيبحث عنه، لا حس يعني ناحيتك مشاعر قوية جدا. حس ان هو مشتاق لك، حس ان انت فارق معاه، حس ان هو بدأ يفكر فيك وشغلت تفكيره، ان انت جذبته ليك، ان انت شخص مثير، ان انت شخص جذاب، ان انت شديد الجمال، شديد الجاذبية. بدأت ان انت تحرك جواه مشاعر واحاسيس هو كان مفتقدها، او هو كان فاكر ان هو مش هيحسها او هيقدر يحسها. الشخص ده كمان ممكن يكون عنده عقبات في حياته، عنده مشاكل في حياته، عنده ازمات في حياته، فمخليه ان هو حاسس ان انت امنية بعيدة او صعبة المنال. شايف ان هو محتاج ان هو يعمل يعني يقف قدام ناس، او ان هو يتخطى ناس علشانك، او يكمل معاك، او ان هو يعترف لك بحبه ده. شايف ان انت ممكن ترفضه، او ممكن تتجاهله، او ممكن ما يكونش عندك نفس الشعور اللي هو حاسه اتجاهك. شايف ان هو كمان حياته مش سهلة، حياته فيها عقبات، حياته فيها تدخلات. شايف ان هو لازم يحارب، وان هو لازم يجاهد، وان في اسرار كتير في حياته، وفي حاجات كتير في حياته هو نفسه يعترف بيها او يظهرها، بس عكس يعني ما بيظهر. يعني هنا بيظهر ان هو كويس، ان هو واضح، ان هو صريح، بس الشخص ده عنده اسرار كتير قوي في حياته، وعنده حاجات وخفايا كتير قوي. شايف ان هو لو قالها ممكن الناس تستعطف عليه، او الناس تبص له بنظرة شفقة، فهو بيحاول ان هو يتجاهل الوضع ده ويظهر بصورة تانية غير الصورة الحقيقية اللي هو حاسسها. الشخص ده بيدعي كتير جدا ان امانيه تتحقق، ان الحاجات اللي بيحلم بيها يحصل عليها، لان شايف ان انت امنيه برضو من الامنيات اللي بيتمنى تتمنى تحقيقها وبيتمنى الحصول عليها. بس شايف الوضع هنا صعب، وان هو مجهود محتاج ان هو يبذل مجهود، ومحتاج ان هو يعني يعمل مجهود كبير قوي عشان يحصل عليك، لان انت امنية صعبة عليه جدا، والعقبات اللي ما بينك وما بينه عقبات كبيرة جدا وصعبة التخلص منها. فالشخص ده كمان شايف ان حياته مش افضل حاجة، ان حياته مش مسارها افضل حاجه، وان هو يقدر يتخلص من العقبات او من الحاجه اللي هو عايز يتخلص منها بسهوله. شايف ان حياته فيها كلاكيع كتير، فيها مشاكل كتير، فيها ناس كتير معترضاه، في ناس كتير بصله فيها في حياته برضو. شايف ان في ناس كتير متدخله، وفي ناس كتير نفسه يتخلص منها بس مش عارف. شايف ان هو عشان يحصل على امنيه او يوصل لهدف محتاج ان هو يبذل مجهود، محتاج ان هو يضحي كتير، محتاج ان هو يعمل حاجات كتير قوي عشان يحصل على اهدافه وامنياته. عندي برج الجوزاء، عندي الحمل، القوس، الأسد، عندي كمان الثور والعذراء والجدي، عندي كمان العقرب. خلينا نشوف هل ده مجرد إعجاب ولا مجرد حب. خلينا نشوف ده حب ولا إعجاب. هل أنت بتحبه حب حقيقي؟ لا يا صاحب القراءة، انا مش شايفة هنا ان انت لسه بتحبه حب حقيقي. شايفة هنا ان انت ممكن تكون منبهر بيه، ممكن تكون منجذب اليه، ممكن تكون حاسس ان هو شخص مختلف عليك، شخص اقتحمك، شخص حسسك ان هو بالاهتمام، او حسسك ان هو منجذب اليك. فانا شايفة هنا ان انت لسه مش هنا حب، انا شايفة هنا ان هو لسه مجرد اعجاب او مجرد انبهار. شايفة هنا ان هو مجرد اعجاب بس، ومجرد انبهار بشخصية شدتك، بحد لفت نظرك. الشخص ده ممكن يكون متهور، ممكن يكون غير مسؤول، ممكن يكون بيحب السفر، بيحب المغامرات، فانت حبيت الشخصية دي وانجذبت ليها. انما مش شايفة هنا ان هو حب، انا شايفة ان هو لسه مجرد اعجاب او انبهار بشخصية خلتك ان انت تنجذب اليها وان انت تتشد ليها بسبب التصرفات بتاعت الشخص ده، وبسبب ان هو شخص يعني عنده تصرفات مختلفة عن الاشخاص التانية اللي ظهروا في حياتك، شخص مختلف تماما عنهم. فده اللي خلاك تنجذب اليه وان انت تتشد ليه. ممكن يكون حاول ان هو يبين لك الاهتمام، يبين لك ان هو اداك مشاعر او احاسيس انت كنت مفتقدها، عشان كده حسيت ان انت بدأت تحبه او ان انت تتعلق بيه. بس انا شايفة ان الفكرة كلها لسه مجرد اعجاب مش اكتر من كده. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه بقى في الوقت الحالي. مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه؟ عندي هنا برج الحمل والجوزاء والدلو والثور والعذراء والجدي. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه.
طيب مشاعر الشخص ده اتجاهك في الوقت الحالي، شايف ان انت جميل قوي، شايف ان هو لازم يتكلم معاك بطريقة او باسلوب ان هو يشدك ليه، لان هو منبهر بيك، هو شايف ان هو عنده انجذاب قوي اتجاهك، عنده لهفة عليك، عنده اشتياق عليك، شايف ان انت اقتحمته، قدرت تحسسه بمشاعر ما كانش قادر يحسها، قدرت ان انت تجذبه ليك من اول نظرة، من اول ملامحك، من اول ما شافك حس ان هو منجذب اليك. الشخص ده عنده انجذاب غير طبيعي اتجاهك، شايف ان هو عنده كده حاجة بتشده ليك قوية جدا، في تواصل روحي قوي، او في حاجة فيك مختلفة عن اي شخص تاني قبله قبل كده، وخلاه ان هو ينجذب بطريقة قوية كده. فالشخص ده اكتر مشاعر واضحة عنده اللي هو الانجذاب الشديد اليك، وان هو الاعجاب الشديد بيك. الشخص ده معجب بيك جدا، وشايف ان هو منجذب اليك جدا جدا، وعنده اثارة اتجاهك من شدة جمالك، من شدة ما هو حس اتجاهك مشاعر كده مختلفة او احاسيس مختلفة. فالشخص ده هنا مشاعره كلها انجذاب، مشاعره كلها انبهار، مشاعره كلها هنا لهفة، شوق، فضول ان هو يتعرف عليك، ان هو يتواصل معاك، ان هو يقرب منك، لان الشخص ده صعب ان حد يخترقه او صعب ان حد يلفت نظره. بس انت من ساعة ما ظهرت في حياته وانت لفت نظره بطريقة غير عادية، بسبب كلامك، بسبب روحك الحلوة، بسبب طريقتك، اختلافك. فالشخص ده حس كمان ان انت قدرت تطلعه من مود الاكتئاب اللي كان بيمر بيه او الصراعات النفسية اللي بيمر بيها، وقدرت تحسسه ان في حد قدر يقتحمه، او حد يلفت نظره، او حد يحسسه ان هو عنده مشاعر اتجاهه. فهنا كل المشاعر اللي عنده دلوقتي مشاعر كلها انجذاب، كلها انبهار، كلها هنا فضول ان هو يتعرف عليك اكتر ويقرب منك اكتر. عندي هنا برج الجوزاء والدلو والميزان، الحمل، القوس، الاسد، والثور والعذراء والجدي. خلينا نشوف كيف يراك ونظرته ليك الشخص ده. طيب الشخص ده شايف ان انت شخص جذاب، شخص مثير، شايف ان انت شخص رومانسي جدا وحساس جدا جدا، شخص عندك مشاعر دفينة او مشاعر انت مخبيها ومش عايز تظهرها، وان انت كمان شخص غامض، شخص مش واضح، مش كتاب مفتوح قدامه قادر ان هو يخترقه وان هو يعرف تفاصيله. فالنقطة دي مخلياه ان هو عنده اثارة اتجاهك، يعرف تفاصيل عنك. شايف ان انت ممكن تكون مجروح من قصة قديمة، او عندك طرف في حياتك انت مجروح منه، او الطرف يعني ممكن يكون عندك طرف في حياتك انت مش مبسوط معاه، لان انت هنا بدور على الرومانسية، بتدور على الحب، بتدور على الاحاسيس الحلوة، مش لاقيها مع اي حد، وما صدقت ان انت تلاقي حد تديله المشاعر دي. فهو شايف ان انت من ساعه ما شافك ان هو عنده احساس ان انت بتبادله نفس الشعور اللي هو حاسه اتجاهك، وان انت مش مبسوط في حياتك، وان انت مش فرحان في حياتك، وان انت يا اما اتجرحت من علاقه سابقه وبتمر بمرحله من الغضب بسبب العلاقه دي، او ان انت عندك جرح ومش عايز تفتح قلبك لحد، او انت او انت في علاقه مش مبسوط فيها، والعلاقه دي مش انت مش في افضل حالاتك فيها، لان بسبب رومانسيتك الزايده، وان انت بتدور على حظك في الحب، وان انت شايف ان انت ملكش حظ في الحب. فشايف ان انت هنا غامض جدا جدا جدا، ووراك اسرار كتير وخفايا كتير، هو بيتمنى الوصول اليها او الحصول عليها، وعايز يعرف هل هو احاسيسه صح ولا غلط، فعايز يخترقك هنا ويعرف تفاصيل عنك اكتر واكتر واكتر. خلينا نشوف هل الشخص ده جاد في الارتباط بيك ولا لا. عندي هنا برج السرطان والحوت والعقرب، الجوزاء والدلو والميزان. هل الشخص ده جاد في الارتباط بيك؟ هل هو جاد في الارتباط بيك؟ في الوقت الحالي انا مش شايفه ان الشخص ده جات في الارتباط، الشخص ده ما عندهوش نية الارتباط بيك في الوقت الحالي، الارتباط الرسمي. كل اللي هو عايزه ان هو يتعرف اليك، او ان هو يتواصل معاك، او ان هو يقرب منك، وان هو يعرف تفاصيل عنك، وان هو يطور العلاقة ما بينه وما بينك، وان هو يقرب منك اكتر واكتر. الشخص ده مش جات في الارتباط ليه؟ لان الشخص ده ممكن هنا يكون عنده اطراف ثالثه في حياته. يعني هنا لو قلنا ايه سبب غموض الشخص ده، الشخص ده ممكن يكون عنده طرف ثالث في حياته، ممكن يكون في علاقه غيرك، او متعلق في علاقه مع طرف تاني وبيتمنى يعني التخلص منه، او ان هو يخرج من العلاقه دي، بس مش قادر ان هو يخرج من العلاقه دي، لان العلاقه دي ممكن تكون علاقه رسميه، ممكن يكون الطرف ده ممكن يكون زوج او زوجه، ممكن في ما بينهم اطفال، ممكن يكونوا منفصلين في الوقت الحالي، او ما بينهم مشاكل، بس هو مش قادر يتخلص من المسؤوليات اللي عليه والضغوطات اللي عليه. ممكن يكون هنا مطلق او طالع من علاقة فاشلة، فمش قادر ان هو يرتبط او ان هو ياخد خطوات ارتباط رسمية. البعض الاخر الطرف ده عنده ماديات هي المشكلة في
في الارتباط يعني، او ان هو ياخد خطوة رسمية. وايا كان الوضع ايه، الشخص ده يعني مش مستعد لخطوة الارتباط. الشخص ده مش مستعد خالص لخطوة الارتباط، شايلها من تفكيره نهائي في الوقت الحالي. شايف ان هو كل اللي عايزه ان هو يقرب منك، ان هو يتعرف اليك، ان هو يتواصل معاك، انما ياخد خطوات رسمية وارتبط بيك ارتباط رسمي. الشخص ده مش بيفكر في الخطوة دي نهائي نهائي في الوقت الحالي، لان شايف ان الخطوة دي بعيدة جدا، والخطوة دي محتاجة منه مجهود، ومحتاجة منه ان هو يتخلص من اطراف، والاطراف دي لو تخلص منها يا اما لازم ان هو يجرحها، او ان هو هنا يعمل مشاكل كتير، او ان هو يعمل حاجات كتير قوي، والحاجات دي هو مش مستعد ليها، او الحرب دي هو مش مستعد ليها في الوقت الحالي. فللأسف الشخص ده مش مستعد للارتباط في الوقت الحالي. طيب ايه نوايا الشخص ده اتجاهك؟ نوايا الشخص ده اتجاهك ايه؟ عندي هنا برج الثور والعذراء والجدي، عندي السرطان والحوت والعقرب، عندي الجوزاء والدلو والميزان. نوايا الشخص ده اتجاهك ايه؟ نواياه الاعتراف بحبه، التقرب منك، ان هو يقرب منك، ان هو يعترف لك بالاعجاب، ان هو ياخد خطوة اتجاهك. يعني هنا هو لو متهرب من العلاقة فيتواصل معاك ويعترف لك بحبه، يعترف لك بمشاعره، يعيش لحظات من الرومانسية والسعادة معاك، يحاول ان هو يقرب منك ويعرفك اكتر، ويعرف تفاصيل عنك اكتر، ويخرج من صمته ويعترف بالمشاعر اللي هو حاسسها اتجاهك، ويعترف لك ان هو من اول ما شافك ان هو منجذب اليك انجذاب غير طبيعي، وان هو مشدود اليك، وان هو هنا عايز يعوضك ويديك حب ويديك مشاعر ويستمتع معاك بعلاقة، وان هو كمان يحصل منك على حب ومشاعر، لانه شايفك ان انت شخص حساس جدا جدا جدا، وعندك حب كبير قوي، وعندك مشاعر حلوة قوي. فخطوته او نواياه القادمة اتجاهك ان هو هيعترف لك بمشاعره، وان هو هيقرب منك، ولو هو دلوقتي هربان او خايف من الاعتراف فهياخد خطوة الاعتراف وهيعترف لك بمشاعره. عندي هنا برج السرطان والحوت والعقرب، الحمل، القوس، الأسد، الثور، العذراء، الجدي، الجوزاء والدلو والميزان. خلصنا القراءة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. اهلا باصحاب المجموعه التانية اللي اختاروا معايا الشمعه دي، لون الشمعه دي، او اختاروا معايا الحروف دي: ج ص م ل ق و ه ع ل أ غ س ح ذ خ. اول حرف او تاني حرف او الحرف الاخير من اسم الحبيب الاصلي. خلينا في الاول نكشف عن الطاقات. تعالى نشوف طاقتك وطاقه حبيبك يا صاحب القراءه. خلينا في الاول نكشف عن طاقه حضرتك يا صاحب القراءه. خلينا نشوف طاقتك فيها ايه. طيب واضح جدا كده ان انت شايل هم، حاسس ان عليك مسؤوليات، حاسس ان انت عليك ضغوطات، ممكن يكون عندك اولاد، ممكن يكون عندك ضغوطات في حياتك، عندك مشاكل، عندك ناس محملاك مسؤولياتهم. شايفاك هنا مهموم قوي يا صاحب القراءة، عندك هموم كتير قوي. ممكن يكون عندك أسرة متحكمة فيك، أسرة فرضة سيطرتها عليك، ناس حواليك عايزين يعملوا كل حاجة على مزاجهم، هم مش عايزين يدوك فرصتك ولا يدوك اختيارات. فشايفاك هنا مهموم، شايفاك هنا تعبان، شايفاك هنا مكتئب، شايفاك متأثر، شايفاك هنا بتفكر كتير قوي هتعمل ايه في أوضاعك، هتطلع من الطاقة السيئة دي ازاي، هتتخلص من التحكمات دي ازاي، هتهرب من المسؤوليات والضغوطات دي ازاي. شايفاك حاسس ان انت مسؤول، ان انت هنا شايل هموم كتير قوي، والهموم كلها عليك، كل حاجه مرميه عليك، مفيش حد واقف جنبك. شايف ان انت هنا كمان نفسك تبدا بدايات جديده، نفسك تغير من اوضاعك، نفسك في بدايات جديده، نفسك في حياه جديده، نفسك تهرب من العواقب، نفسك تهرب من المشاكل، نفسك تهرب من اي ضغوطات، وتبدا ان انت تبدا حياه جديده، وان انت تطور من اوضاعك بسرعه جدا. شايفه كمان ان انت هنا ممكن يكون عندك طرف في حياتك، طرف متدخل، طرف فارض سيطرته عليك، او ناس هنا حواليك بتحاول زي ما قلت لك تفرض سيطرتها عليك، نفسك تتخلص منها وبسرعه جدا جدا جدا. بس شايف ان العقبات دي صعبه جدا جدا جدا، ومش سهل ان انت تتخلص منها ايا كان نوعها ايه. بتدعي كتير قوي ان امنيتك تتحقق، او ان العقبات اللي في حياتك تتزال، لان انت تعبت. نفسك في حاجه تطور لك حياتك، نفسك في حاجه تبهرك كده، نفسك ان انت تحس ان في حاجه قدرت تغير لك المود السيء اللي انت بتمر بيه، او تبعدك عن المشاكل اللي انت بتمر بيها، لان انت مش مرتاح ولا في عمل ولا في بيت ولا في دراسه، ولا مرتاح في اي وضع من الاوضاع، وحاسس ان انت اوضاعك كلها مضايقاك وحياتك كلها مضايقاك ومش عارف تعمل ايه. عايز تهرب من مسؤولياتك، من ضغوطاتك، عايز ان انت تهرب من الضغط اللي انت بتمر بيه، بس مش عارف تعمل ايه.
شايفاك هنا بتفكر كتير قوي قوي قوي، وعايز تبدأ بداية جديدة، وعايز ان انت تخرج من الطاقة السيئة اللي انت بتمر بيها، لان انت تعبان قوي ومتأثر قوي. فشايفاك بتدعي كتير قوي ان هنا يحدث معجزة في حياتك، او تحدث حاجة تبهرك، او حاجة تخليك ان انت تحس ان انت للافضل او للاحسن. فانت نفسك في بدايات جديدة. شايفه ان انت عندك تواصل روحي ما بينك وما بين حد ممكن تكون معجب بيه، حد حاسس ان انت بتحبه، عندك مشاعر اتجاهه. شايف ان في تواصل روحي ما بينك وما بينه، بتفكر فيه طول الوقت، حاسس ان هو توأم روحك، حاسس ان هو نصك التاني، حاسس ان انت مش قادر تبطل تفكير فيه، حاسس ان انت بتفكر فيه بطريقه هستيريه. بس شايف ان في عقبات ما بينك وما بينه قويه جدا، وممكن الحد ده ما ينفعش ان هو يبقى من نصيبك او يكمل معاك بسبب العقبات القويه اللي ما بينك وما بينه. عندي هنا برج الحمل والقوس والأسد، عندي كمان الجوزاء، الدلو والميزان، عندنا القوس، عندنا كمان الثور والعذراء والجدي. خلينا نشوف مشاعر الشخص اللي في بالك. مشاعر الشخص لا، طاقة الشخص اللي في بالك صاحب القراءة، مش مشاعره، طاقة الشخص اللي في بالك. خلينا نشوف طاقة الشخص اللي في بالك. طيب انا شايفه ان الشخص ده بيحلم بيك كتير قوي قوي قوي، بيفكر فيك بطريقه هستيريه. الشخص ده شايف ان هو بيحلم بيك، ان في حاجه بتربطه بيك، ان في انجذاب غير طبيعي وفي تواصل غير طبيعي، من كتر ما بيفكر فيك بطريقه هستيريه. الشخص ده نفسه يتواصل معاك، نفسه يكلمك، نفسه يقرب منك، نفسه يطلب منك ان هو يقابلك عشان يعترف لك بمشاعره، لان الشخص ده شايف ان هو محتاجك، محتاج وجودك في حياته. شايف ان هو من يوم ما شفته، ممكن تكونوا اتقابلتم في مناسبه، ممكن يكون شافك في مكان عمل، شافك في مكان ايا كان نوع العلاقه، هنا ممكن تكونوا سوشيال ميديا. الشخص ده حاسس ان هو انبهر بيك قوي، فبيتمنى ان هو يقابلك، بيتمنى ان هو يتكلم معاك. الشخص ده برضو حاسس ان هو ظالم، حاسس ان هو عنده اوضاع في حياته عايز يحكيها لك، لانه حاسس ان هو ظالم. ممكن يكون عنده طرف تاني في حياته، او ممكن هنا الشخص ده خايف يديك مشاعر او يقولك على حاجات ويكذب عليك فيها، فعايز ان هو يعترف لك بكل المشاعر الحقيقيه اللي هو حاسسها اتجاهك. الشخص ده بيحس ان هو لازم يبقى عادل معاك، حاسس ان هو مش عايز يظلمك، مش عايز ان هو يجي عليك، فعايز يقول لك كل حاجه وكل حاجه بصراحه، مش عايز يخبي عليك اي حاجه، عشان ما تجيش يوم من الايام يحس ان هو ظلمك، او ان انت تلوم عليه وتحسسه بالظلم وتحسسه ان هو وجعك او المك. الشخص ده كمان شايف ان هو في الفتره الاخيره ان هو بقى منفعل جدا، بقى متعصب جدا، بقى بيعمل مشاكل قويه جدا، وبيرجع يعني يندم عليها، وبيرجع ان هو يحس ان هو بيكبر كل حاجه، وان هو بيدي الامور اكبر من حجمها، وان هو بيبدا يخسر ناس كتير قوي. الشخص ده من كتر ما هو مضغوط، من كتر ما هو عنده ضغوطات في حياته، من كتر ما هو تعبان، فشايف ان هو هنا بيفتعل مشاكل، بيحس ان هو بقى متعصب جدا ومنفعل جدا، وبيرجع يندم على قراراته وتهوراته. عندي هنا برج السرطان والحوت والعقرب، عندي الحمل والجوزاء والاسد، عندي كمان الثور والعذراء والجدي. خلينا نشوف، هل انت عندك اعجاب اتجاه الشخص ده ولا حب؟ هل احساسك اتجاه الشخص ده اعجاب ولا حب؟ هل هو اعجاب ولا حب؟ طب انا شايفه ان هو هنا مش اعجاب، انت هنا عديت مرحله الاعجاب، انت بالشخص، انت بتحب الشخص ده قوي على فكره، وشايف ان انت مبسوط معاه، او ان انت شايف ان انت لما بيكون قريب منك او حواليك ان انت بتبقى مبسوط، بتحس بطاقه ايجابيه. شايف ان انت عايز تكمل حياتك معاه، نفسك تتزوج من الشخص ده، نفسك ان انت ترسم علاقه معاه، نفسك يعترف لك بمشاعره، نفسك ان انت يبقى الشخص ده معاك طول الوقت قريب منك، لان انت بتحبه، مش معجب بيه بس، مش مجرد اعجاب. ممكن تكون عارف ظروفه، عارف ان هو ظروفه ايه او اوضاعه ايه، او ان العلاقه دي ممكن تكون صعبه بالنسبه لك، بس انت حابب الشخص ده، حبيته جدا جدا، وعندك مشاعر حب مش مشاعر اعجاب هنا. فشايفه ان هنا مشاعر الحب اكتر من مشاعر الاعجاب. طب انت عايز ايه من الشخص ده؟ انت عايز ايه يا صاحب القراءه من الشخص ده؟ عندي برج السرطان والحوت والعقرب، عندي كمان الجوزاء والدلو والميزان. انت عايز ايه من الشخص ده؟ طب انا شايفه ان انت عايز ترسم علاقه مع الشخص ده صاحب القراءه، عايز ان الشخص ده يعترف لك بمشاعره، او ان هو هنا يبقى معاك ويقرب منك، وان انت تتاكد من حبه ليك زي ما انت بتحبه، وان هو يعترف لك هنا بمشاعره كلها، وبعد كده ياخد اتجاهك خطوه الترسيم. شايفاك هنا بتفكر ان انت تكمل حياتك معاه، شايف ان هو الامنيه اللي انت بتحلم بتحقيقها، او هو الشخص اللي انت بترغب بيه ان انت تبقى معاه طول الوقت. بتحس زي ما قلت لك ان هو الطاقه الايجابيه اللي بتنور لك حياتك، او هو النجمه اللي انت بتحلم
بتحلم بيها، او هو الهدف اللي انت كنت بتتمناه في انتظاره. فانا شايفاك هنا عايز ترسم علاقة معاه، عايز تتزوج منه، عايز تكمل حياتك معاه يا صاحب القراءة. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه. مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه؟ طب الشخص ده بيحبك يا صاحب القراءة. الشخص ده مشاعره اتجاهك ان هو بيحبك، بيحس ان انت عملت له توازن في حياته، ان انت قدرت تخليه ان هو ينجذب اليك، وان هو يتشد اليك، وان هو يتعلق بيك، وان هو يحبك. الشخص ده حاسس بشعور الحب الشديد اتجاهك، حاسس ان هو بيحبك قوي قوي قوي، وان انت توأم ليه. وممكن تكون العلاقة هنا توأم شعلة مش توأم روح. من العلاقات القدرية، العلاقات الصعبة، العلاقات اللي فيها مشاكل، العلاقات اللي فيها تعقيدات. ممكن تكونوا اتقابلتم في توقيت غير مناسب او بطريقة غريبة، او علاقة غريبة بالنسبة لكم من نوعها. بس انا شايفاه الشخص ده عنده مشاعر حب اتجاهك شديدة جدا، وانجذاب شديد جدا جدا اتجاهك، لدرجة ان هو هنا عايز يعترف بمشاعره ليك، او ان هو عايز يعبر عن مشاعره دي اتجاهك، وان هو يقولك عليها، لان هو منجذب اليك اوي يا صاحب القراءة. طيب خلينا نشوف كيف يراك الشخص ده. عندي برج السرطان والحوت والعقرب، الثور والعذراء والجدي. كيف يراك الشخص ده؟ طب الشخص ده بيشوفك ان انت الفرصة اللي جات لحد عنده ان هو يطور من حياته ويطور من اوضاعه. الشخص ده شايف ان انت الحب الحقيقي اللي ظهر في حياته، شايف ان انت البداية والنهاية بالنسبة له، انت الشخص اللي هو كان بيتمناه. الشخص ده عايز بدايات في حياته كانت جديدة، او عايز يبدأ في حياته بداية حقيقية، او كان بيبحث عن الحب الحقيقي واكتشفه معاك انت. فبيشوف ان انت شخص مختلف، بيشوف ان هو عنده انجذاب ليك، ان هو بيحبك، ان انت شخص روحك حلوة، ان انت شخص بتكمله، عندك تفاصيل وعندك حاجات هو كان بيبحث عنها ولقاها فيك انت. فشايف هنا ان هو لقاك، وان انت فرصة بالنسبة له، ان هو عايز يبدأ معاك بداية جديدة. حاسس ان في تواصل روحي ما بينك وما بينه، بيفكر فيك بطريقة قوية جدا، حاسس ان انت فاهمه، ان انت قريب منه، ان هو اكنه يعرفك من زمان ومن سنين. يعني هنا مش مجرد ان هو شافك كده انجذب اليك، لا، حاسس ان هو كان عارفك قبل كده، وعارف عنك تفاصيل كتير قوي قوي، ويعرفك من زمان قوي، وان انت شخص يعني مش جديد عليه. حاسس ان في تواصل ما بينك وما بينه، وان انت شخص اكنه عارفه، كان في عشرة ما بينه وما بينه. فالشخص ده بيحس كمان ان هو عايز يطور العلاقة معاك من شدة انجذابه ليك، وان هو خايف ان انت تروح منه او تضيع منه، وان هو مصدق ان هو لقاك. عايز يعترف لك هنا بمشاعره، عايز يعترف لك بحبه، عايز كمان ياخد خطوة رسمية في العلاقة دي. خلينا نشوف سبب غموض الشخص ده. ليه الشخص ده اللي ما بيعترفش بمشاعره طالما هو حاسس بمشاعر قوية كده؟ ليه ما بيعترفش بمشاعره، او ان هو بعد ما بيعترف بيتردد فيها؟ ايه السبب؟ طيب الشخص ده مزاجي. الشخص ده السبب في غموضه ان هو مزاجي، ان هو بيخاف يدخل في علاقة ان هو يتجرح، او ان هو يتألم، او ان هو هنا يتوجع، لان الشخص ده ممكن يكون مر بعلاقة سابقة تكون فاشلة، او الشخص ده بيخاف من الحب عموما. الشخص ده ما كانش بيؤمن بفكرة الحب والارتباط والكلام ده، فلما بيحس ان هو هيحب وهيحب بجد، وان هو هيستقر في علاقة، بيخاف ان هو يتوجع، بيخاف ان هو يتجرح، بيخاف ان هو يتألم، بيخاف ان هو يرجع يندم ان هو ادى مشاعر، ان هو ادى حب، يرجع يندم عليه. فبيحس ان هو عايز يهرب من العلاقة، وان هو عايز ينسحب، وان هو بيرجع يفكر تاني بعقله، وان هو بيحاول ان يتحكم في مشاعره. فبيحس ان هو بعد ما هيعترف بمشاعره او هياخد الخطوة اتجاهك بيرجع يخاف. زي ما قلت لك الشخص ده ممكن يا اما مجروح وعنده طرف تاني جرحه قبل كده فخايف من نقطة الارتباط، يا اما هنا الشخص ده زي ما قلت لك هنا مش عايز يتحمل كمان مسؤولية. ممكن هنا مش عايز يتحمل مسؤولية وخايف من القادم. فالشخص ده كل ما بيجي ياخد خطوات بيرجع يتردد فيها وبيهرب منها. فده سبب غموض الشخص ده. عندي برج السرطان والحوت والعقرب، الحمل، القوس، الأسد، الثور، العذراء، الجدي. هل الشخص ده جات في الارتباط معاك؟ نعم. نعم. الشخص ده جات في الارتباط، يعني هو هنا عايز العلاقة دي للارتباط. يمكن يكون بيتهرب من النقطة دي، بس هو من جواه نفسه في الارتباط بيك، نفسه في الزواج منك. الشخص ده كمان شايف ان انت جذاب قوي، وعنده شغف جسدي اتجاهك قوي جدا جدا جدا. من كتر ما شايف ان انت جذاب، من كتر ما شايف ان انت مثير، من كتر ما شايف ان انت حلو قوي. الشخص ده كمان غيران عليك قوي قوي في الوقت الحالي، من خايف ان انت يكون في حد تاني في حياتك، او ان انت تضيع منه، لانه شايف ان انت فرصة بالنسبة له. فهنا في طاقة كمان غيرة شديدة. فالشخص ده جات في الارتباط. نعم الشخص ده جات في الارتباط. طيب ايه نوايا الشخص ده في المستقبل القريب؟ ناوي يعمل ايه معاك؟ عندي هنا برج الحمل والقوس والاسد، عندي السرطان والحوت والعقرب، عندي كمان الجوزاء والميزان.
نوايا الشخص ده اتجاهك ايه؟ نوايا الشخص ده اتجاهك ايه؟ طب انا شايفة ان هو هيبدأ معاك بدايات جديدة، شايفة ان الشخص ده هيبدأ معاك بدايات جديدة وهيعترف لك بحبه. الشخص ده شايف ان هو هيبدأ معاك بدايات جديدة وهيعترف لك بحبه، لان هنا عنده انجذاب شديد جدا وعنده انبهار بيك شديد جدا وعايز بداية جديدة معاك. فهنا الشخص ده لو لسه ما اعترفش بحبه فهو هنا هيعترف لك بحبه، وممكن هنا يتواصل معاك ويطلب هنا ان هو يعرفك على حد من اهله بالذات امه او حد قريب منه عشان يديك الامان او يبين لك النية الصادقة. لان الشخص ده شايفاه ان هو نواياه التواصل معاك، الاعتراف بحبه، الاعتراف بمشاعره. الشخص ده بيفكر فيك قوي كتير قوي قوي، وعنده شغف جسدي، بيفكر في العلاقة الجسدية كثيرا جدا معاك على فكرة، فمش قادر يهرب من الشعور ده اتجاهك. فهنا في تواصل قريبا من الشخص ده واعتراف بمشاعر، وحتى لو هو متهرب من العلاقة وكان بيقول لك شوية ان هو عايزك او بيلمح لك، فالشخص ده هيتواصل معاك تاني وهيقول لك بقى المرة دي بوضوح ان هو بيحبك بجد وان هو عايزك بجد وان هو معجب بيك قوي وان هو منجذب اليك قوي 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 قوي. فنواياه الاعتراف بمشاعره اتجاهك. عندي برج السرطان والحوت والعقرب، الثور والعذراء والجدي، الجوزاء والدلو والميزان. خلصنا القراءة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة.